لا إله إلا الله. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب رحمتك يا الله. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كل الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الزمان تكاد تنطبق حرفيا على كل ما صرنا نشاهده يحدث خلال هذه الآونة الأخيرة، خصوصا أرض المملكة العربية السعودية. نسأل الله السلامة والثبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة كوارث وأحداث الساعة. ننقل إليكم أحدث وأهم الكوارث الكونية، فإذا كنت مهتما بمثل هذه الأحداث لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جميعا. طبعا العالم زادنا الكبري كبار. شيء لا يوصف، ما شاء الله تبارك الله. طبعا شاهدوا هكذا إذا كما تشاهدون وتتابعون الآن ما يحدث في أجواء المملكة العربية السعودية، صواعق مرعبة وبرق مدوية تتعرض لها عدد من المناطق، خصوصا العاصمة الرياض، حيث تشهد في هذه الأثناء هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببلدية تاريخية كثيفة تركزت على معظم أحياء وقرى شمال وجنوب مدينة الرياض، يصاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية مخيفة ومرعبة. وبنفس هذه الحالة الجوية كذلك أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وصواعق وبروق لا تتوقف على معظم محافظات الباحة، فاللهم اجعلها أمطار خير وبركة وعم بنا فيها العبادة والبلاد. ما شاء الله تبارك. شوف البرد ما شاء الله. شوف البرد ما شاء الله. ما شاء الله لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما شاء الله يا البرد. هذا وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة تنبيهات عاجلة باللون الأحمر في أجواء مناطق الرياض بسبب الصواعق وهطول الأمطار العاصفية والسيول الجارفة، فيما أفاد المركز الوطني للأرصاد أن الظروف الجوية مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، كما تشمل التوقعات أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. وأكد التقرير أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول وستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح ناشطة، مما قد يسبب انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في المناطق المتأثرة. فهل هذا يعني ذلك أننا مقبل على تغيرات موسمية مبكرة هذا العام؟ خبراء الأرصاد يشيرون إلى أن هذه الظواهر تأتي ضمن التقلبات الموسمية المعتادة، لكنها قد تكون أكثر حدة من المتوسط السنوي.
هذا وقد دعا الدفاع المدني جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها البلاد، فاللهم اجعلها أمطار خير وبركة وعم بنفع العباد والبلاد. إلى هنا أقول لكم دمتم سالمين وآمنين، وفي الختام لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أترككم مع هذه المشاهد. مصحوبة بزخات من البرد ما شاء الله تبارك الله، وهذه الصورة واضحة ما شاء الله تبارك الله، الأمطار مستمرة. هذا البرد مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. وای هر کی به حک بخوره بیشتر شده آره. لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله. شفت خدده الله الكريم. مدينة الرياض سحابة هائلة، الأرض بيضة الأرض بيضة ما شاء الله الكريم ما شاء الله الكريم ما شاء الله الكريم. هاي كم هبينه قلبي شرطة आ गया